السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأحسن حال وبراحة بال يا رب العالمين. نصلي على الحبيب ونذكر الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، هنعمل النهاردة أحلى وأجمل مكرونة بالكبدة على طريقة الكشري المصري، بس بطريقة جميلة جدا واقتصادية، وإن شاء الله هتعجبكم وتنول رضاكم. زي ما انتوا شايفين كده انا كان معايا هنا بصلة، زي ما انتوا شايفين كده بصلة كبيرة حلوة كده، ومعايا كده الكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها، بس تبلت الكبدة بتاعتي. يعني ايه تبلتها؟ يعني حطيت عليها فلفل اسمر وشوية من الكمون وشوية من البهارات بتاعتي، وتبلتيها كده وسبتها تاخد ايه راحتها شوية في التتبيلة. عشان ايه؟ عشان تديني طعم حلو وطعم كويس. هو الفيديو ده قديم بس عايزة اقول لكم طريقة جميلة جدا واقتصادية، وإن شاء الله تعجبكم وتنولوا رضاكم. أنا هنا كده زي ما انتوا شايفين حمرت كده البصلة بتاعتي ونزلت بالكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بس بصراحة طعمها كان خطير جدا جدا والله. وعملنا كده الصلصة بتاعتنا بطريقة برضو اقتصادية جدا جدا، وإن شاء الله تعجبكم وتنولوا رضاكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. بحبكم في الله، يا ريت ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده نزلت الفلفل بتاعي، فلفل اخضر، فلفل رومي، فلفل حامي، اللي انتوا عاوزينه واللي انتوا حابينه واللي موجود عندك مشي بيه، ومشي على قد بيتك يا حبيبتي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده حطيت كده مكعب من الماجي، ونزلت كده بالقرن الفلفل بتاعي، فلفل اخضر عادي وفلفل واحد حامي. تمام كده. تمام. وقلبت كله ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين، وجبت كده معلقه من الصلصه وحطيتها كده عشان تدي ريحه حمار كده. انا مش عايزه احط فيها طماطم، لو عايزه احط طماطم كنت حطيت، بس مش عايزه احط طماطم علشان كده احسن واجمل بكتير. عندك قوانص تمام، عندك كبده تمام، اي كبد عندك اعملي بيه. بس عايزه اقول لكم ده كان كبد على قوانص طعمها جنان جدا جدا. ده الصلصه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. الصلصه ده عباره عن ايه؟ هقول لكم عباره عن ايه. الصلصه ديت بجيب كده فصين من التوم. تمام. بجيب فصين شويه كده من التوم على وبعملهم بحمرهم كده نص تحميره، وبنزل عليهم صلصه كده من عندي. انا بعمل الصلصه كده بعينها وباقوم حاطاها، وعايزة أقول لكم يعني كانت جميلة جدًا، جدًا. هنا بقى أنا كنت ماسكة هنا إيه، دقيق اللي أنتِ حاطاه ده برطمان كده يا جماعة. كنت لسه ما جبتش حامل، فالحمد لله يعني جبت حامل والحمد لله رضا يعني. هنا بقى كده بقى بعد ما الصلصة الحمرا شوفوا بقى متسبكة وجميلة جدًا، جدًا يا جماعة. عايزة أقول لكم بقى بتطعموها بقى من عندكم، يعني بتحطوا لها بقى اللي أنتم حابينه، شطة على أي حاجة أنتم حابينه. هنا بقى المكرونة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده. أنا سلقت المكرونة بتاعتي وجبت بقى الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت كده وادّت اللون الحلو اللي أنتم شايفينه. نزلت كده على المكرونة، يعني يعتبر إن هو كشري مصري يا جماعة. هو الكشري المصري بس ناقص إيه، ناقص الكبدة بتاعته. بس عايزة أقول لكم كان جنان زي الطواجن كده يا جماعة، زي الطواجن. حلو جدًا، جدًا والله العظيم بجد. هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده نزلت بالصلصة بتاعتي على المكرونة، وهانزل كده اللهم صل على سيدنا محمد بالكبدة. أيوه، الصلصة وبعدين الكبدة، وإن شاء الله هتشوفوه بصراحة كان طعمه تحفة بجد والله العظيم. كان الجنان بجد. هنا بقى باوزّع كده الصلصة بتاعتي على المكرونة كلّها زي ما أنتم شايفين كده، ولو حابة إن أنتِ تحطّي كلّها صلصة تمام، بس أنا حبّيتها بقى كده يعني إيه، تغيير شوية يا جماعة، وبتقدّمي كل واحد كده في طبقه، الطبق اللي قدّامه، ويعني طريقة كده جميلة جدًا. أنتِ ذات نَفْسِك هتتبسطي بالطريقة بتاعتِك دي بجد، ترتاحي بالطريقة ديّة بجد. هنا دي بقى زي ما أنتم شايفين كده حطيت الكبدة بقى بتاعتي بعد ما استوت كده معايا، حطيتها كده على الصلصة، وبصراحة يعني كانت جنان بجد والله العظيم، كان طعمها تحفة. ولو أنتِ بقى مثلًا عندِك بصل وحابة إن أنتِ تعملي البصل ده جودي، حبيت بقى تعملوا البصل بصل يعني وكده وتحطّوا تمام. أنا بقى ما حبيتش، أنا حبيت بس كده كفاية. طريقة يعني جديدة كده يا جماعة واقتصادية كده، مش هتقفي في المطبخ كتير ولا أي حاجة، كده بسيطة وحلوة، ويعني حلوة على كل واحد قدّامه كده الطبق بتاعه وياكل اللي هو عاوزه. وبألف هنا وشفا على اللي ياكل، وألف هنا وشفا على اللي يجرّب الطريقة بتاعتي. طريقة جميلة جدًا واقتصادية وإن شاء الله تنول إعجابكم.
هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، أنا كده خلّصت أهوّة. ده الكبدة بتاعتي الباقية، وده الصلصة بتاعتي وبتتقدّم كده. شوفوا بصراحة كانت جنان جدًا، جدًا والله، كانت تحفة بصراحة، يعني شيء فاخر من الآخر بجد. بُصّي يا حبايبي جميلة جدًا. طب ليه المكرونة لسه بيضا؟ ما هو أنتِ معاكِ صلصة ومعاكِ كبدة، اللي أنتِ حاباه هتحطّي منه وهتاكلي منه. وإيه رأيكم في الطريقة الحلوة ديّة؟ بصراحة طريقة جميلة، عجبتني، عجبت جودي وعجبت أبو جودي. وبصراحة جميلة جدًا، جدًا. ويعني تغيير يا جماعة، هي بصراحة تغيير، هي بتبقى تغيير يعني. فإيه رأيكم بقى؟ ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويا ريت يا جماعة تشيروا القناة عشان القناة كده تكبر وتعلى كده بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. باحبكم في الله، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.